السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيديو النهارده باذن الله هنحضر فيه كده وجبات عشان افطار صائم على روح حماتي اللي هي والدة زوجي. يتقبل منا يا رب واجعله يا رب في ميزان حسناتها، اللهم امين. ما انتوا شايفين كده حضرت الاول التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ وهعمل بيها الرز. التتبيله دي ان شاء الله هعمل بيها كل الشغل اللي انا هشتغل بيه في الاكل باذن الله. معايا كده فلفل وطماطم ومعايا جزر وبصل، كل ده هفرمه في الكبه كده زي ما انتوا شايفين علشان تبقى التتبيله ناعمه كده ما تبانش في الفراخ. وكمان طبعا انا هبيت الفراخ، انا بحب اما اجي اعمل الفراخ ابيتها في التلاجة، وزي ما بحب اعمل ليا بالظبط ونفس التتبيله اللي انا بتبلها لبيتي انا تبلتها عملتيها في الوجبات دي عشان لما تيجي تعملي الخير كده اعمليه زي ما بتعملي لاهل بيتك بالظبط واحسن كمان. فزي ما انتوا شايفين كده فرمت كل حاجه في الكبه، وهنتبل بقى الفراخ والبطاطس كده على بيات علشان خاطر هتاكلي فراخ ما حصلتش. اما الفراخ كده بتبات في التتبيله بيبقى طعمها خطير. فزي ما انتوا شايفين كده فرمت البصل والطماطم والجزر والفلفل في الكبة ناعم كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى ان انا اضيف التوابل. هنعمل النهاردة رز بسمتي اصفر وهنعمل فراخ، وتحت الفراخ هنحط البطاطس. انا مرضتش اعمل بطاطس بدمعة، قلت لا انا هحط البطاطس كده تحت الفراخ بيبقى طعمها اجمل بصراحة. حلو قوي. قلبت بقى كده الخضار زي ما انتوا شايفين كده كله في بعضه. هنبدأ بقى نضيف التوابل. طبعا انا من عشاق التوابل، بحب كده احط في الاكل توابل كتير وبصل كتير، ويعني بحب ان انا اكلف الاكل كده عشان يديكي طعم. زي ما انتوا شايفين كده حطيت 3 معالق صغيرين من السبع بهارات، وهحط معلقة من الكركم. ده كده كركم على كاري، فانا حطيت معلقة كده من الكركم، وحطيت معلقتين من البصل البودر. بس البصل البودر ده كان عليه نسبة كده من الفلفل الاسود، كانت وقعت مني في الغلط يعني في البصل البودر، عشان محدش يقول ايه الاسمر ده. وحطيت معلقه من الفلفل الاسود كده صغيره زي ما انتوا شايفين. وطبعا بقى هملح حسب الكميه اللي معايا. انا في المرحله دي كنت بعمل الخطوات دي كده على بيات علشان لما اقوم الصبح اعمل الرز كده والجو يبقى رايق معايا. وما شاء الله بركه الاكل دي كانت جميله قوي. اه والله العظيم ما بكذب عليكم، انا ما صدقتش اساسا ان انا خلصت كميه الاكل دي في الوقت ده. والمطبخ ما كانش مكركب ولا اي حاجه، حاجه كده كانت بسم الله ما شاء الله. ربنا يتقبل يا رب ويجعله في ميزان حسناتها، اللهم امين. طبعا حطيت مستكة وحطيت ورق لوري وحطيت حوالي نص كوبايه من الزيت، وعصرت 3 ليمونات. هنحط الزيت ليه؟ هنحط الزيت كده عشان يلمع البطاطس والفراخ. شايفين كده اول ما حطيناه لمع التتبيله وخلاها لونها خرافه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الريحه في الوقت دي كانت جميله قوي، ريحه البهارات كده مع الخضار كانت ريحتهم جميله. عصرت كده 3 ليمونات زي ما انتوا شايفين. الليمون ده بدي بقى مزازه كده في الفراخ، طعمها حلو قوي. طبعا ما تحطيش ليمون كتير برضو عشان ما يبقاش ظاهر. هنقلب بقى كده كل الكلام الحلو ده مع بعضه. وطبعا انا كنت في الوقت ده غسله الفراخ كويس بالخل والملح والليمون، ونقعتها كده شويه وبقى جبتها غسلتها كده. بس طبعا عشان انا كان معايا اوراق كبيره قوي فقسمت الورك على 2، لان زوجي لما راح كده لبتاع الفراخ ملقاش عنده غير اوراق كبيره، فاضطريت ان انا اجيبها واقسم الورك كده على 2. جبت بقى انا البطاطس كده وقشرتها وغسلتها كده كويس زي ما انتوا شايفين وقطعتها حلقات. وهنزل بقى عليها كده ب3 معالق كبار او 4 معالق من التتبيله اللي احنا عملناها. هنقلبها كده كلها بقى مع بعضها ونوزعها بقى في الصواني. انا طبعا ما كانش عندي صينيه كبيره، وعشان انا كنت هبيتهم في التلاجة فحطيتهم كده في صواني صغيره زي ما انتوا شايفين. عملوا معايا 3 صواني. شايفين بقى الفراخ بسم الله ما شاء الله. الورك طبعا كان كبير قوي، كان حجمه كبير قوي، فانا قسمته على 2. طبعا شطفت الفراخ كده حلو زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ان انا اجيبها كده واحشيها. التتبيله اللي معايا ديت هحشي كده من تحت الجلد، والاوراق فاتحه برضو فيها فتحات كده، وهحشيها من جوه، يعني هحشي اللحم كده من جوه. لان طبعا لما بتتبليها بالطريقه ديت بتبقى حلوه قوي. فجبت الدبابيس كده كلها الاول في الصينيه ديت. هحط الدبابيس كلها كده واحشيها من تحت الجلد كده زي ما انتوا شايفين، ونبيتها بقى في التلاجة. بسم الله ما شاء الله الصبح كانت قلب ريحة الشقة بسبب ان انت بيتها في التتبيله. وطبعا انت مكلفه التتبيله كده بالبهارات والحاجات الجميله ديت اللي احنا حطيناها. بصراحه اللي دقوها شكروا لي فيها الحمد لله.
انا والله ما شفت حماتي ديت ولا اعرفها ولا عمري اتكلمت معاها ولا قابلتها قبل كده، بس انا حبيتها من حب زوجي فيها ومن حب الناس فيها. ما سمعتش بصراحة عنها الا كل خير. الكل بيحبها كده، الكل بيشكر لي فيها، لدرجة ان انا بقول لنفسي يا انا حظ وحش كده ان انا ما عشتش معاها، او ما بصراحة ما حدش قال لي عليها حاجة وحشة خالص. الكل بيشكر فيها سلايف واخوات واصحاب وجيران. بجد ربنا يجعل الكلام ده كله كده في ميزان حسناتها. واكيد برضو هي كانت كويسة مع حماتها، كانت بتعمل خير، والخير ده قعد لها لحد دلوقتي، قعد لها في ابنها ان هي ربت ولد صالح. ربنا يا رب يكرمه ويديله على قد نيته يا رب ويكرمه. انا بجد بحبه من حبه في امه وفي اهله. اوعي 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 تعصي جوزك على اهله او امه او اخواته، لان طول ما زوجك ليه الخير في اهله ليه الخير فيكي. الزوج اللي بيشتم امه او بيهين امه او ملوش في صلة الارحام او بيهين اخواته، تخافي تعاشريه. والله بجد تخافي تعاشريه، لانه كل ما حب امه وتعلق بيها وخاف عليها حتى لو هي كانت قاسية شوية، ده هيخليه ليه خير فيكي وفي اولادك. لكن طول ما هو ملوش خير في امه ملوش خير في حد في العالم ده كله، في الدنيا كلها. لاني اللي ليه خير في امه ليه خير فيكي وفي اولاده وفي الناس كلها. اللي ملوش خير في امه تخافي تعاشريه. انا بجد والله العظيم بحبه من حبه لامه. دائما كده كل ما اجي اعمل اكله او اعمل حاجه يقول لي الله يرحمها امي كانت بتعملها بالطريقه الفلانيه، او كانت بتعمل في العيد كذا. بجد انا بحبه من حب الام، وان هو دائما كده فاكرها بالخير. ربنا يجعله يا رب فاكرها في الخير كده يا رب، اللهم امين. غير كده ان انا ليا الحمد لله صبيان يونس وعمر، ربنا يخليهم لي يا رب ويبارك لي فيهم. انا هاجي في يوم من الايام برضو هبقى محتاجة حد يعمل لي صدقة زي ديت، لان طبعا اما العبد بيموت بيتقطع عمله كله الا من ثلاث: صدقة جارية، وعمل نافع ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وادعو الله ان يجعل اولادي من الصالحين، وان هم يفتكرون في يوم من الايام بحاجة زي دي، بصدقة زي ديت ترفع عني الذنوب، اللهم امين. وبجد شجع زوج كده على ان هو يعمل خير لاهله ويكون فيه الخير ليهم، حتى لو هو مش هيقدر يعمل وجبات، كفايه ان هو يدعي لها، كفايه ان هو يختم لها سوره من القران، كفايه ان هو كده يقعد كده في جنب ويدعي لها دعاء. ملايكه تروح كده وتقول لها ان ابنك بيدعي لك او ابنك بعتلك دعاء. قد ايه هتكون هي فرحانه، وقد ايه كمان هيكون مكفر عنها الذنوب. يعني الواحد لما بيموت كده خلاص بيتقطع عمله، الله اعلم هل هو بيكون في حالة عاملة ازاي، هل هو بيكون من اهل الجنة او اعوذ بالله من اهل النار او بيتعذب في القبر. فممكن صدقة او دعاء او حاجة زي كده من ابنها او من بنتها تكون مغفرة من ربنا ليها. فيا رب اجعله كده في ميزان حسناتها يا رب العالمين، ميزان حسنات جوزي اللهم امين، ويديله على قد نيته، يزيده كمان وكمان علشان يعمل لها اكتر. هو عمل لها الاطعام ده في رمضان اللي فات، ولما طلب مني ان احنا نعمل الاطعام ده تاني انا شجعته وعملت الاطعام. والحمد لله والله الاطعام كان بسم الله ما شاء الله طعمه حلو، كانت كل حاجة حلوة، كانت حتى اليوم كده كان فيه بركة وكل حاجة كده كانت متيسرة الحمد لله. انصحك نصيحة لوجه الله، لو جوزك صعب كده شوية مع امه او طبعه وحش مع امه، حاولي تلينيه كده شوية. لو هي عايشة ولو هي متوفية خليه يفتكرها بالدعاء. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فادعو الله في هذه الايام الكريمة ان يرزقني واياكم ويرزق اولادنا يا رب البر يا رب، اللهم امين. لان بجد اللي ربنا بيرزقه ببر الوالدين ديت بيكون حاجة عظيمة قوي وجزائها جميل، وربنا بيرزقه كده من حيث لا يحتسب. زي ما انتوا شايفين كده بقى هنجهز بقى الخروب. انا عملت الخروب النهارده في البيت كده زي ما انتوا شايفين. انا طول الشهر بتاع رمضان بجيب الخروب كده واعمله في البيت، بجيب الازازه كده والبودر اللي بيبقى معاها ديت وبعمله في البيت، بيبقى حلو قوي. بس اهم حاجه تجيبيه من عند حد او من عند عطاره مضمونه شويه، لان فيه خروب بيبقى مش حلو خالص. فالحمد لله يعني المكان اللي انا بجيب منه ده موثوق فيه، الخروب بتاعه بيبقى احمر كده وجميل وطعمه حلو قوي.
فجبت حوالي 4 رتل كده من المية ونزلت عليهم بسنة صغيرة كده. اكيد انتوا شفتوا انا بنزل بقد ايه كده من الازازة اللي هي السائل. بنزل نزلت بسنة بسيطة خالص كده في المعلقة حوالي 5 أو 6 نقط. والبودر برضو بحط منه حوالي كيس كده، لان البودر لقيته خف فحطيت كيس كامل من اللي هو البودر، حطيت الكيس كله لانه اما شفته في الكوبايه كده زي ما انتوا شايفين حسيته خفيف. وطبعا حطيت له كيلو الا ربع من السكر. قعدت ازود كده بودر وما لقيته برضو خفيف زودت الكيس كله، حطيت كده كيس كامل من البودر عليه 6 أو 7 نقط كده من الريحة. طبعا لو احنا زودنا الريحة ديت الخروب هيمرر، لان الريحه دي بتبقى قويه شويه، فلو زودنا منها الخروب هيمرر ومش هيبقى حلو خالص. طبعا انا كنت الخروب ده برضو بعمله على بيات عشان كده ابقى فتره يعني واقدر ان انا ادوقه، لان لو كنت عملته وانا صايمه ما كنتش اضمن ان انا اعرف اظبطه، لان طبعا بقعد ادوق فيه كده كل شويه اشوفه، اشوف السكر بتاعه، اشوف هل ممرر هل لسه عايز سائل. فانت بتفضلي تظبطي فيه كده لحد ما يطلع معاكي جميل. بصراحة انا كنت السنين اللي فاتت كلها ما كنتش بظبط الخروب. اول سنة ان انا اعمل خروب زي بتاع المحلات بالظبط، محدش الحمد لله بيدوقوا من ايدي الا لما بيقولي هو زي بتاع المحلات. بصراحة السنة دي عرفت المقادير بتاعته بالظبط وبعرف ان انا اظبطه. غير كده بحب ان انا اعمله وانا فترة علشان اعرف اظبطه كده واعمله زي بتاع بره. فانا عملته كده بالليل، كنا قبل الفجر عملته وحطيته كده في التلاجة برضو عشان يبقى ساقع. طبعا الحاجات اللي كانت فوق دي كان في كنافة على الرخامة، كنت بعمل كنافة وطار منها كده شوية في الخروب، فانا قعدت اشيل كده فيهم بالمعلقة في الاخر. خلاص كده ظبطت الخروب وحطيته في التلاجة عشان يسقع. والفراخ كده استوت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. دي كنا تاني يوم طلعت بقى الفراخ من التلاجة وسويتها كده زي ما انتوا شايفين، حطيتها كده هادية خالص استوت براحتها. وبدأت ان انا اصفي منها السوائل اللي فيها علشان نعمل منها الرز البسمتي، لان طبعا هيدي للرز البسمتي طعم حلو قوي. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله بعد ما استوت كانت عامله ازاي، ما كانتش عايزه تتحمر في الفرن، هي كانت عايزه تتاكل كده. وريحتها ما شاء الله كانت قلب الشقه. ده عشان انا بيتها في التلاجة لتاني يوم زي ما انتوا شايفين كده. ده بقى دي طبعا بقيت التتبيله اللي كانت معايا، كانت بقى مني شويه تتبيله كده انا كنت مزوده علشان خاطر اعمل منها الرز. ده كده طبعا متبهره ومحطوط فيها حاجتها كلها. كل اللي انا هزوده بس هزود كده شويه كركم حوالي معلقتين صغيرين كده من الكركم، علشان الكركم كان قليل في الخلطه ديت يعني، وانا عايزه الرز يكون اصفر كده وجميل. حطيت بقى معلقتين زيت كده وقعدت ان انا اشوح كده في التتبيله الجميله ديت. طبعا التتبيله ديت فيها جزر وفيها فلفل وفيها بصل وطماطم والبهارات بتاعتها بقى وكل حاجه فيها، فاحنا مش هنضيف اي حاجه خالص. انا بحب ازود في التتبيله بتاعه الفراخ علشان خاطر اعمل منها الرز كده بيبقى طعمها حلو قوي. وطبعا السوائل كده اللي نزلت من الفراخ برضو خدتها كده علشان تطعم الرز، عشان انا ما عنديش مرقه، فخدت المرقه كده بتاعه الفراخ وهنشوح فيها الكلام الجميل ده، وبعدين ننزل عليهم كده بالرز. طبعا الرز ده رز مصري، انا مرضتش اجيب رز بسمتي بصراحه. الرز البسمتي وبيبقى ناشف شويه وانا بقالي كتير ما استعملتوش، انا على طول بعمل حتى البيتي انا الرز الابيض ده المصري بيبقى حلو كمان، ما بيبقاش ناشف كده بيبقى جميل قوي. وغير كده كمان الرز البسمتي وسعره الوقت وصل ل50 جنيه او اكتر بتهيألي، فطبعا نخلينا كده في المتوسط. والحمد لله كان طعمه حلو قوي. زي ما انتوا شايفين طبعا كمية الرز اللي كانت معايا كبيرة، فانا قسمتها على حلتين علشان الرز يستوى ويبقى حلو، لان كل ما ضغطت الرز كده في الحلة الرز مش هيستوى معاكي ومش هيطلع مفلفل كده وهيزهقك يعني على ما يستوى. فالاحسن ان انت تخلي كمية الرز كده تكون متوسطة في الحلة. حطيت كده زي ما انتوا شايفين الرز وفضلت الاول اشوح فيهم كده شوية مع التتبيلة اللي انا كنت حطاها مشوحاها. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف المية. طبعا ما تكتريش المية عشان الرز ما يعجنش منك، كوني انت لازم تكوني عارفة كده مقدار الرز اللي انت بتستعمليه بياخد مية قد ايه، يعني تكوني مستعملاه كده من قبلها، يعني طبعا احنا عايزين نخرج حاجات كده
تكون طعمها حلو، علشان الناس كده تشكر فيها وتدعي لها بالرحمة، وعلشان كمان اللي ياخد حاجة كده ياكلها ما يلاقيش كده طعمها وحش ويرميها، لاننا كلنا كده بنلاقي كده واحنا ماشيين في الطرق اكل ساعات بيكون مرمي، في ناس بتاخد الاكل ده وما تلاقيش طعمه حلو فما بترضاش تاكله، فنعمل الحاجة كده ونصرف عليها ونكلفها عشان طبعا الحاجة كده تتاكل ويدعوا لها بالرحمة والمغفرة. زي ما انتوا شايفين كده طبعا ضفت الماء للرز، وطبعا ما ضفتش ملح كتير لان التتبيله كان فيها ملح، فناخد بالنا من حاجه زي كده. دخلت بقى الفراخ تتحمر كده في الفرن، وشايفين بقى الرز لونه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الرز مفلفل ولونه عامل ازاي، احلى من الرز البسمتي وبكتير. الرز المصري بيبقى حلو قوي، جربيه وهتدعيلي. شايفين بقى الفراخ بعد ما اتحمرت، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. بالهنا والشفا على كل اللي كلوه، ويا رب يجعله في ميزان حسناتها وفي ميزان حسنات جوزها، اللهم امين. وبدأ من ربنا ان يديني الصحة وافضل كل سنة اعمل لها الخير ده، اللهم امين. جبنا بقى الاطباق الجميلة ديت، وماما كده كانت قاعدة بتحط له الرز وانا احط كده البطاطس والفراخ. في الوقت ده الساعة كانت 5 أو 5:15 كده، فبدأت ان انا اعبي الاطباق عشان الحق ان انا اغلفها كده واحطها في الاكياس، وابدأ ان انا اخرج انا وزوجي بقى نوزعها كده. شايفين بقى ما شاء الله الفراخ كده، ودي البطاطس بقى اللي كانت تحت الفراخ، كانت حلوة قوي، بتاخد كده من صوص بتاع الفراخ كله، والتتبيلة الجميلة ديت بيبقى طعمها لذيذ. اعمليها كده لأهل بيتك وهتعجبهم قوي. طبعا بقيت احط كمية البطاطس كده برضو كمية حلوة علشان اللي ياكل كده ويستطعمها، وبقيت احط في طبق فيه دبوسة وطبق فيه الجزء التاني من الورك. ما شاء الله برضو هي كانت الدبوسة حجمها حلو، لان الورك كان معدي النص كيلو، كان داخل في حوالي كيلو الا ربع. انا اضطريت ان انا اقسمه على 2 لان ملقناش اوراق متوسطة. زي ما انتوا شايفين كده بقى الاطباق بعد ما اتعبت ما شاء الله. شايفين بقى الاطباق بعد ما اتعبت، اللهم بارك ما شاء الله، عملوا معايا 28 وجبة. وطبعا عبيت الخروب ووزعته مع الاطباق. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. استنوني في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله، هتكون فيديوهات اجمل واجمل. سلام.